السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. راح نشارك معكم روتيني للنهار اليوم. أول حاجة راح نروح نحط قرآن كريم، طبعا بعد الصلاة على الحبيب المصطفى، وراح نروح مباشرة نهوي والشمبرة، نبعدو شوية روحنا على هذاك الكسل، ونكون نستمع لهذيك الرقية نتاع الصباح. كما راكم تشوفوا بعد ما جاتنا السخانة جا الصيف، رجعوا لنا هاد اليامات الباردين. بيان سور اي حاجة نشوفوها ماشي في بلاصتها ولا خاصتها حاجة راح نريقلوها. هنا راني صبت هادو راهم دراري خدموا خدمتهم، ربي يحفظهم ولادي، كانوا طيروهم لي، فقلت خليني اول حاجة نلصقهم باش ما يتوضروا ليش، ومن ثم راح يخسر قاع الديكور ومش راح يولي كيما كان. وراني بينت لكم لا مارك تاعو هنا في لا فيديو في الاخر، هنا راح تشوفوها اللي حبت يعني تشري منها، يعني فعلا راهي جدا جدا رائعة. هنا راح نمسح كاع الغبرة، وراح نبدل المفرش، وراح نفرش حاجة دافية تناسب هذا الجو اللي تبدل علينا. وكما راكم تشوفوا هكذا بانت معايا دنيا المرايات كاع راهم يشعلوا تسويت حاجة يعني ما تشدش اليد. وراح نحو هذاك الفراش اللي كنت نحيته باش نديه لا ماشين يغسل، بيد ما انا ندير كنسة خفيفة لهاد لا شومبر وتسيقه. هنا نحطه في الغسالة باش انا مامطو ما بيد ما تغسل الغسالة راح نصيب روحي سيقت وكملت به نشره. هنا انا توجور كيفاش ندير وحدة تاع صابون سائل ومقدار نتاع صابون الغبرة، هكذا القش يخرج لي ما شاء الله. والحق نستعمل اي نوعية تاع صابون تعجبني، انا عادة نستخدم بينغو، وليكيد ندير اي نوع ماشي مشكل. وراح نرجع نكمل شغلي في لا شامبر، راح نعطيها مسحة بالنشاف، راكم تشوفوا غير كي كنستو كيفاش راهو يبري. دوكا كي نزيدو مسحة والسلام. هنا راح نعطر شوية المفرش، هذا معطر في نفس الوقت معقم. راح نجيب شوية مسك، راح نحطه يدوب، هو يجي كما الصابونة والرائحة تاعو روعة، تقعد في الفراش وتشد يعني في الدار، تتبدل قاع ريحة تاع الدار وتحسي بالنقاء والنظافة. النوع تاع المسك صراحة ما نعرفوش لأنه الزوج تاعي هو اللي شراه. راكم تشوفوا درك رحت للشمبرة تاع ولادي راهم دايرين شتي، يحبوا يلعبوا بالوساد، يحبوا يلعبوا، خليتهم يلعبوا. نفتح الطاقة نهويها تتهوى شوية، راح نحي هذه البلاصة راني دايرتها لوليدي الفوق، راح نحيت الفراش كاع وراح نعطيها تنظيفة. عطيت حكة كاع لهذه الكاروات وزدت لهم تلميعة، وزدت حكيت هذيك الأرضية، راح نحكها كامل ونخليها شوية في صابونها. الحق البلاصة ما راهيش، راكم عارفين الدراري كيفاش يقلبوا البيت. هنا راني باش نحكيت شوية هاد البلاصة تاع الفايونس، راكم تشوفوا واش داروا بالالوان، الفوارق هذوك كاع حكموا لونوهم لي. حكيت بالحكاك ما كاش كيفاه، جبت شيتة اسنان قديمة كانت عندي انا نستعملها لهاد الامورات، درت لهم شوية منظف باش يخرجوا كما كانوا. دركا ولادي راهم يكتشفوا راهم يلونوا وانا كل يوم راني نكتشف انا ثاني معاهم نكتشف بالشتاء. هكذا وراح نكمل ونمسح كاع الارضيه، خليتها تنخت شويه، دركا راح نجبدها ونشفها ونفرشها. هكذا حنكون كملت خفيف ظريف، راح نلايم كاع هذوك الالعاب ونمسح هذيك المرايات. يا ويلي على المرايات والدراري، المرايات في شمبرة تاع الدراري، روحوا نتوما وشوفوا الحاله. وهاني كيفاش رجعتها، بقات لها غير تسييقه وتولي تشعل. نزيد لها رشه بالمعطر، صدقوني انني هنا في شمبرة تاع الدراري وريحه المسك هذيك راهي وصلتني حتى لهنا. ودرك راح ندير دورة كاع على الدار وين كاين مرايه ولا كادر ولا هذه لاكوريون تاعي وهادو حوتاتي،
شوفوا راني نمسح في الأكوريوم وهم راهم يلحقوا فيا. تعبتهم معايا، جريتهم معايا، راهم يحوسوا على الماكلة، غاضوني. هيا كنت نعطي لهم ياكلوا. أنا نعطي لهم نهار بنهار ولا نهار بيومين، وهكا راح نكمل قاع. وين كاين كيما قلت لكم لي كاتر، وين كاين قاع الغبرة نديرو عليها دورة قبل زعما ما نسيق الدار. راح نشارك معكم في فيديو آخر لادوش كيفاش راح نديرها إن شاء الله. ونكمل نمسح الغبرة تاعي، نروح للبرتشوسي نعطيله تلميعة ونلمع قاع هادوك لي زارتيكل ونرجعهم لبلايصهم. شوفوا هذا اسمه الورد نتاع الصحراء. الزوج تاعي دارو كي كان صغير ببويط الياقوت والجبس، هاو لصقهم. وشاءت الأقدار راني محتفظة بيهم حتى اليومنا هذا. وهادو قاع أنا وراجلي لميناهم من البحر. كي تعجبني حاجة نلمها، نحب هكا نشوفها ونتفكر هذيك لاجورني. هكا راني كملت مسحت قاع الغبرة وسيقت، ودرك راح ندير رشة خفيفة. كي نكمل نحب ندير هكا رشة نحس بداك النقاوة والنظافة. وغلقت التويقان على الدبان وراح نروح للكوزينة. هنا راجلي مور العشاء راهو رجع دار لي القليان، وتبعوه ولادي بيان سورهم خلاو لي كلش في الباسان. هنا هكا راح نرجع لموعن اللي كنت غسلتهم في الليل، خليتهم يقطروا. كنت عيانة قلت خلي نحيهم للصباح، وهاو جاهم التور. نرجع كل حاجة لبلاصتها. واليوم الحقيقة يعني خدمت بمهلي وبراحتي، لأن أصلا كان باقي لي، كنت دايرة طعام وكان باقي لي الطعام. أيا قلت مادام الفطور غير أنا والولاد راح نحمي واش كاين. صراحة كي تكون الماكلة أنا منزيدش نطيب ماكلة جديدة، راح نسخنو وناكلو الماكلة تاع البارح ونعاود نطيب إن شاء الله للعشاء ماكلة من جديد. نهبط هاد الكسكاس راني راح نستعملو باش نحمي فيه، يعني مش راح نستعمل الكسكاس تاعي الكبير. الحقيقة هذاك الكسكاس تاع الزجاج شريته وحده، وعندي زهر طاح لي على البرمة تاعي يعني سوا فاستعملته عليها، خطاش هو يتباع وحده لقيته يتباع وحده. راح نجبد الماكلة تاعي من الفريجيدان، راح نحطها تسخن، وفي هذاك الوقت ما بيد ما هي تسخن أنا راح نعطي طلية لهذوك المواعين. هكذا راني غسلتهم والماكلة تاعي سخنت سوا. ومن هنا راح نروح نسقي للولاد وراح نكون كملت روتيني تاع نهار اليوم، وشاركت معاكم لو ماكسيمو. وشهية طيبة للجميع، وشكرا لكم على المتابعة. ونتمنى من اللي ما راهوش متابعني تابعني، واللي راه متابعني يخلي لي تعليق. ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.